ايه رأيكم في الغدا الحلو ده؟ ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. ده غدا بسيط جدا. تعال نشوف بقى فكرة الغدا بتاعتنا كانت عاملة ازاي. كانت عالكانون يا جماعة. تعالوا بقى نشوف. جبت كرنبيطة حلوة زي ما انتوا شايفين بالطريقة ديت وفصصتها. عايزة اقول لكم على الحركة بقى اللي حصلت لي، هتشوفوا بقى مفاجأة اخرة الفيديو بتاعنا ده ايه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى حبيبي رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. نسمي بالله يا جماعة وتعالوا ايه نشوف الفيديو بتاعنا. طبعا انا جبت الكرنبيطة بتاعتي الحلوة ديت، قطعتها طبعا، فصصتها من بعضها حلو جدا. بعد من كده طبعا حطيت المية على النار. المية حطيت فيها شوية ملح بس يا جماعة، ونطرة سكر بسيطة، ما حطيتش اي حاجة تانية من اللي احنا بنشوفها او بنسمعها على النت. طبعا انا بقطعها كده بالراحة عشان خاطر ان هي ما تتهرش مني خالص. واللي بيقع منها الحتت الزغنطوطة ديت انا هعمله ايه، هتشوفوه دلوقتي هعمله ايه. انا بقى بفصص فيها بالراحة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. تبارك الله يا جماعة، تبارك الله. طبعا الكرنبيط ده عشق لنا كلنا، وكلنا بنحب الكرنبيط جدا. مين فينا ما بيحبش الكرنبيط؟ كلنا بنحب الكرنبيط. بالذات بقى بنستنى الشتاء لأكلاته الجميلة الحلوة اللي احنا بنستناها. أكلاته حلوة ولذيذة. وانتظروني يا جماعة في مفاجأة ان شاء الله انا عاملاها لكم، طبعا لتهنئة اخر السنة. يا رب تعجبكم المفاجأة. ومفاجآتنا كتير لاخر السنة، وداعا بقى للسنة اللي عدت وهنبتدي سنة جديدة اللي هي سنة كام؟ إيه، وداعا ل24 والسنة الجديدة 25. يا رب تكون سنة سعيدة وسنة هنا علينا جميعا يا رب، وتكون داخلة بخيرها كده وبركتها علينا. هتشوفوا بقى مفاجآت حلوة فيها. وانتظروني طبعا في مفاجأة أنا عاملاها لكم، يا رب المفاجأة بتاعتي تعجبكم فيها. إيه طبعا السنة اللي عدت ديت أو لسه ما عدتش كانت صعبة علينا كلنا، وكانت ربنا اللي علم بينا والله يا جماعة. فان شاء الله ربنا يعدها على خير، والسنة الجديدة هتكون سنة سعيدة وخير علينا كلنا ان شاء الله. طبعا بقى انا خلصت الكرنبيط بتاعي الحلو ده زي ما انتم شايفين. ايه فصصته خالص كده. وعايزه اقول لكم بقى على الحركه اللي حصلت لي. انا يا دوب حطيت الكرنبيط بتاعي يتسلق في الميه، الانبوبه بتاعتي شطبت يا جماعه. يعني يا دوب الميه غلت الانبوبه بتاعتي شطبت. اعمل ايه بقى في الوقت ده؟ قولولي بقى اعمل ايه. يعني يا دوب بحط الكرنبيط بتاعي الانبوبه قامت جايه مشطبه عليا. شغلت دماغي طبعا وطلعت على الكانون على طول. هو ده اللي هينقذني وهو ده اللي هيسعف معايا الدنيا. طلعت طبعا، دخلت على الكانون بتاعي ولعته، وحطيت الحله بتاعتي الحلوه ديت، وسبتها طبعا لما الميه غلت خالص. يعني انتوا بتهيألكوا بقى الكانون ايه يا جدعان، وبهدله ودخانه طبعا والحلل بتبوظ. لا، عايزه اقول لكم انت لما بتشتري الحله على النار وهي سخنه وبتدعكيها بتنضف معاكي بكل سهوله والله. يعني بتنضف كأنها لسه جديده، بتنضف معاكي. إيه انت طبعا بتولعي الكانون بتاعك، بتسيبيه لما يهدى خالص، تسيبي النار بتاعتك لما تهدى. بعد من كده بقى بتحطي حللك، بتحطي اكلك عليه. عايزه اقول لكم ان كان له طعم تاني خالص، بالذات في الكرنبيط بتاعنا اللي كلنا بنحبه. طبعا هنا الميه بتاعتي خلاص سخنت وغلت. حطيت بقى كوبايه شاي معايا كده، قلت لا لازم أنا اشرب كوبايه شاي كده على الراقي يا جدعان، لازم احلى كوبايه شاي تتعمل. هنا انا حاطه الشاي، انتوا بتهيألكوا ان هو متعفر بس مش متعفر، ده الشاي والله يا جماعه الوش بتاع الشاي. ولعت بقى الكانون بتاعي التاني اللي متواضع اللي على قد ده عشان احط الحله الكبيره عليه. حبيت اعمل لكم فكره حلوه كده واجرب معاكم تجربه، يا رب التجربه بتاعتي تعجبكم. طبعا انتوا عارفين الحله اللي هي بديل الفرن او بديل البوتاجاز. انا طبعا جبتها وقلت لازم أنا اجرب عليها الرز المعمر. هتقولي ما انت عملت رز معمر كتير، هقول لكم عارفه والله يا جدعان الاكله بتاعتي النهارده انا بعملها الاساس بتاعها رز بشعريه. بس انا حبيت اشوف الحلة دي بجد حلوة على الكانون وبتعمل وش للرز ولا لأ. لقيتها حلوة جدا. وعايزة اقول لكم ان هي يعني بتسرع معاكي الوقت، بالذات على الكانون هي عايزة نار شديدة. النار بتاعتك تكون شديدة بتظبط لك الرز والله وبتخليه حلو. انا طبعا كنت نقع الرز بتاعي وسبته لما صفيته خالص من المية.
جبت بقى الحليب بتاعي وحطيت عليها سمنة كده وشوية سكر وملح ودوبتهم جدا كده في الرز، يعني خليتهم يتشربوا مع بعضهم كده في الرز، قلبتهم جامد في الرز. طبعًا بقى قُمت جايبة الحليب بتاعي، خدت الوش بتاعه طبعًا، دعكت الرز كده في السمنة حلو، حطيت الوش بتاعي برضه في الرز، دعكته برضه بيه عشان يدّيني الطعم الحلو كده الجميل اللي إحنا متعودين عليه، الرز الفلاحي بتاعنا بتاع زمان الريحة والطعم. طبعًا متأسفة على الصوت لإن طبعًا ده صوت مليكة الكركبة بتاعتها، فاعذروني. أيوه سامعين؟ أهي بتقول لكم بابا أهي، يا خرابي على الصداع. حطيت بقى الوش بتاعي زي ما انتوا شايفين كده. بعد من كده بقى احط الحله بتاعتي على الكانون بتاعي المتواضع ده. انا سايبه الشاي بقى يغلي على الراقيه اهو. لسه بقى الشاي بتاعي كان خلاص غلى يا جدعان، فهحطه بقى خلاص هاخده واصبه. يعني القعدة الجميلة بتاعتنا دي كانت لازم كوباية شاي كوباية قهوة كده، يا سلام في الخمسين يا جدعان، والله في الخمسين. شفت احسن من كده وحلاوة كده؟ والله ما في اسهل من كده. البلدي يوكل طبعا، ما فيش احسن من كده يا جماعة. حابين البلدي بقى، ويا سلام على الكرنبيط بتاعنا الحلو الجميل اللي هيبقى على الكانون. هناكل احلى كرنبيط النهارده، وهاعمله لكم بطريقتين. يا رب الفكرة بتاعتي النهارده تكون عجبتكم. والله يا جماعة انا ما بهزر، الانبوبة بتاعتي فعلا كانت شطبت خالص، فكنت محتاسة قوي، فاحترت اعمل ايه. ففكرت ان انا اطلع على الكانون. امال انا عامله الكانون ليه؟ عشان ينقذني طبعا من الموقف اللي انا كنت فيه ده. فطلعت بقى على الكانون كده وقعدت وشفت النار هدت بقت وحلوه اهيت. كده بقى عملنا كوبايتين الشاي بتوعنا الحلوين. نضفنا طبعا مكاننا. حطيت بقى الحلة بتاعتي خلاص، جبتها حطيتها على النار زي ما انتوا شايفين كده. احط بقى الرز بتاعي، هو هيعمل وش بس هيبقى وش بسيط طبعا، بس الطعم حكاية. هو طبعا اهم حاجة الوش. هتقولوا لي اللحوق يتبهدل خالص، هقول لكم هينضف، والله مش هيبقى كده خالص، هينضف واللحوق هيبقى احسن من الاول بكتير. ده جمال اللحوق بقى بتاعنا وحلاوته. حبيت بس اشوف يا جماعة الفكرة بتاعته حلوة ولا لأ، واقول لكم رأيي بصراحة في الحلة اللي هي بديل الفرن ديت على الكانون. عايزة اقول لكم لو انتوا مثلا حابين تعملوا فيها اي حاجة تاني، هي حلوة برضو، فكرتها حلوة وبتنجز معاكي برضو الوقت على الكانون برضو. شوفوا هنا بقى ما شاء الله تبارك الله يا جماعة اتحطت. هنا بقى باقي معايا حتة قرنبيط كده صغيرة، فقلت لازم ان انا استنفع بها برضو، ما هي فكرة النهاردة فكرة القرنبيط، فنعمله ايه كام نوع كده. طبعا انا حطيته في شوية مية سخنين كده وطلعتهم على السريع وسبته طبعا لما هدا، مش مية سخنة قوي. حطيت قرنين شطة كده في قلب البرطمان بتاعي. جبت فص توم واحد بس وحطيته. حطيت شوية الملح بتوعي. حطيت شوية اللعلة، طبعا انتوا عارفين اللعلة، او مثلا البنجر لو انتوا حابين تحطوا بنجر، بس انا حطيت له شوية لعلة كده حلوين. وحطيت الملح بتاعي المظبوط، وحطيت رشة سكر برضو له عشان تدينا طعم برضو حلو وبتمنع اي حاجة منه. عايزة اقول لكم اي حاجة تحط فيها رشة السكر دي بتبقى حلوة وفكرتها حلوة، بالذات المخلل يا جماعة، المخللات بالذات. حطيت طبعا شوية شطة بساط كده، ما خلتوش حراق قوي. يومين اتنين وهناكل منه وهيبقى احلى كرنبيط، وقولولي ايه رأيكم فيه، هتشوفوه في الاخر شكله عامل ازاي. طبعا حطيت المية بتاعته غرقته للاخر المية، لازم يبقى غرقان مية كده للاخر. دي هنا بقى خلاص انا فضيت بقى شوية شطة، هي مش حامية اوي على فكرة يا جماعة. انا برضو ما كترتش اللعلة بتاعتي، حطيتها برضو لون بسيط كده، ما حبيتش اكترها. حبيت يديني اللون بتاعه يبقى بسيط، ما يبقاش عامل قوي. هنا بقى خلاص هقوم قلبة البرطمان بتاعي عشان خاطر ايه كل الخليط بتاعي ده يتمزج مع بعضه كده ويبقى حلو. كده بقى هفضل قلبانة قافلاه كويس جدا، يعني خليكي واخدة بالك من الحتة ديت. لو كان البرطمان بتاعك بيهوي او اللي كان البرطمان بتاعك بايظ او كده، الغطا بتاعه، ممكن تحطي كيس مشمع وتعمليه زي ما انت حابة برضو وتقلبيه بالطريقة ديت، عشان خاطر ان هو يشرب من التحديقة بتاعته كلها. جبت بقى حزبة بقدونس على كزبرة كده او شبت على كزبرة وقطعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده.
قطعتها حاجة بسيطة كده. جبت فصين توم ودقتهم كويس جدا. وبعد من كده بقى هقول لكم انا هعمل ايه. انا حبيت اعمل الكرنبيط بتاعي كام طريقة النهاردة. طريقة الاولانية يا جماعة، إيه، ان هو بيبقى الطريقة بتاعتنا العادية جدا، اللي هو طبعا بالشبت والكزبرة والثوم وشوية الدقيق، وبتحطي بقى كام بيضة حسب بقى الكمية اللي انت بتعمليها. انا كان معايا 3 بيضات، حطيتهم طبعا، قطعت الشبت والكزبرة بتاعي خالص كده، نعمتهم. قطعت بقى الفصين التوم بتوعي، قطعتهم خالص برضو، يعني خليتهم يعني زي اللي مدقوق بالظبط. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حطيت بقى الملح بتاعي، شوية كمون، شوية بابريكا، شوية فلافل، يعني البهارات اللي عندك، حابة تحطيها حطي، مش حابة تحطي براحتك، يعني دي حاجة ترجع لراحتك انت. ده طبعا مكان اللبن، وكان عندي شوية لبن حطيتهم على القرنبيط برضو عشان يدينا طعم حلو كده. انا فشت بقى البيض بالطريقة ديت. حطيت بقى معلقتين نشا برضو مع الدقيق عشان يدينا القرمشة الحلوة بتاعة القرنبيط. حطيت بقى التوم بتاعي، حطيت بقى شوية الشبت والكزبرة اللي موجودين عندي. حابة تكتري خضرواتك انت وراحتك برضو، ده حسب رغبتك انت، بس انا بحب الحاجة تكون بسيطة كده، لان مش اي حاجة تكتري لها برضو، تحطها بسيطة كده. حطينا بقى بالشكل ده البهارات، كان اهم حاجة الكمون طبعا يا جدعان والكزبرة. حطيت نص البهارات اللي عندي، ما كترتش منها. سبتها بقى زي ما انتوا شايفين بالطريقة ديت، وقلبتها كويس جدا. حطيت طبعا الدقيق، بحط بقى الدقيق بتاعي، يجي 5 6 معالق دقيق كده حسب بقى الكمية اللي انت بتعمليها. انا طبعا حطيت الكمية بتاعتي، وبحط برضو شوية ملح لان هو الملح بتاعه قليل، فحطيت شوية ملح. حبيت اكتر مكترش الملح برضو قوي، يعني حطيت شوية ملح بصوت. ادا كده معلقة، يعني المعلقة بتاعتي انا ملياها هرمية جدا كده، 3 معالق حلوين. حطيت بقى شوية نشا عشان خاطر ادانا القرمشة الجميلة اللي احنا هنشوفها دلوقتي. طبعا بقى انا سايبه الكرنبيط كل ده، لسه الكرنبيط بتاعي بيتسلق يا جدعان، يعني هو النار والعه اهيت، والرز بتاعي طبعا اتعمل كده خلاص، الخليط بتاعي بقى تمام التمام. هاجي بقى للخليط بتاعي التاني، هجيب طبعا معلقتين النشا، معلقتين الدقيق بتوعي، شوية بهارات برضو حلوين، فص توم يا جماعة، بحط فص توم لها. دي طريقة غير الطريقة التانية خالص، يعني اللي حابب يعملها بالطريقة ديت حسب راحتكم انتوا. حطيتي بقى البهارات بتاعتك، البهارات بتاعتك اللي انت حابة تحطيها برضو حطيها. بتجيبي طبعا شوية لون بتحطيهم، يعني لو عندك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبي يا رسول الله. شوية كركم او شوية كاري اللي متوفر عندك طبعا. انا حطيت طبعا كان عندي كاري، حطيت كاري مكان الكركم. قطعت فص الثوم، حطيت بقى شوية المية وتقلت الخليط بتاعي ده، وبتحطيه فيه طبعا، ولا هي فيها شبت ولا كزبرة ولا طبعا عندك بيض خالص تماما، هو الخليط اللي انا وريتهولكوا ده، وبتطلع بطعمها خطير جدا. طبعا دي الجماعة اللي ما عندهمش شبت مثلا كزبرة، اللي طبعا مش متوفر عندهم بيض وحابب يعمل كرنبيط، دي فكرة حلوة وبسيطة. والكرنبيط يا جماعة له أفكار كتير والله، مش إن هو مثلا ببيض ودقيق وبس، لأ، له أفكار كتير، زيه زي الفراخ بالظبط. شفتي انت بتعملي الفراخ بتاعتك كام تشكيلة كده، هو زيه زي الفراخ بالظبط. حطيت الزيت بتاعي طبعا على النار اتقدح كويس جدا. طبعا حطيت الكرنبيط بتاعي يتقلى. حطيت اللي هو بالدقيق والنشا طبعا والبيض الاول، يعني انا حطيته كله مع بعضه. انا كده لسه طبعا بطلع الكرنبيط وخلاص اتسلق وبقى تمام التمام ومية مية معايا اهوت. خلاص كده تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. تبارك الله يا جماعة، تبارك الله. طبعا الرز بتاعي خلاص استوى. فضيت بقيت شوية الدقيق، حسيت ان الخليط خفيف شوية، ففضيت بقى شوية الدقيق. وشفتوا بقى الكرنبيط المتخلل حاجة تانية يا جدعان، والله حاجة تانية. اللي مش حابب يحط اللعلة يا جماعة ما يحطش عادي براحته، بس انا حبيت اديله شكل لطيف كده.
طلعت طبعا الحلة سبتها تهدى خالص تماما، عشان حرام لما ارمي المية السخنة في الماسورة او ارميها كده وهي سخنة اسيبه، لازم انا اسيبه يهدى. بعد من كده بقى ان ارمي المية عادي واغسل الحلة بتاعتي، بتنضف معاكي وبتبقى تمام التمام. فعادي هنا خلاص، خلاص كده بفضي الخليط منه. انا عكيته اهوت خلاص، بس لازم ان انا اشتغل بقيت اللي اسيبه يصفي الباقي اللي منه. يعني هو شرب خلاص الخلطة بتاعته، في بواقي فيه فلازم اصفيها منه خالص تماما. هنا خلاص تمام التمام والدنيا تمام. وخلاص حطيت بقى الكرنب بتاعي يتقلى والزيت بتاعي اتقدح خلاص. هوريكم بقى الطريقة التانية. هجيب بقى الخليط بتاعي اللي هو البسيط اللي انا عملته ده، هنزل طبعا الخليط بتاع الكرنبيط بتاعي في قلبه. انا لازم انا املى الطاسه بتاعتي الاول يا جماعه، وخلاص سخن خالص اهو. هنا خلاص تمام، بفضي بقى. انا كنت طلعته بره وحطيته. بس ايه رأيكم في الفكرة بتاعتي الجميلة ديت؟ يا رب فكرتي تكون عجبتكم، ويا رب تعملوا زي كده. اللي يحتار زي حالاتي كده يطلع يعمل كانون. على فكرة مش شرط ان انت تبنيه، ممكن تعمليه بقلبين طوب عندك وخلاص. دي طبعا طريقة الكرنبيط التانية هيت الخليط اللي انا عملته التاني وحطيته برضو فيه. خلاص تمام كده. إيه بيستوي معانا خلاص. هنا انا بغطسه برضو زي ما انتوا شايفين بقى بالطريقة ديت بشربه لان هو تقيل معايا. عايزة اقول لكم ان الكرنبيط بتاعي والله ما شرب الزيت، وكان حلو جدا وكان طعمه جميل ما شاء الله يا جماعة. الفكرتين كانوا احلى من بعض، وان هو ما شربش زيت خالص. البواقي بتاعتي دي طبعا انا بقطع فيها كرنبيط بسيط خالص، يعني بقطع فيها حتت الكرنبيط واعملها اقراص صغيرة. يعني احنا ما بنرميش اللي اتبقى مننا ده، لا، احنا طبعا بنشتاله وبنعمله قرص كده. حابة تعمليه قرص كبير مفيش مشكلة، بس انت لما تعمليه قرص غنطوطة كده وولادك ياكلوها بتبقى في منتهى الطعام والله والجمال. جربوه برضو هيعجبكم قوي. عايزة اقول لكم ان الريحة بتاعته كانت خطيرة، بالذات بقى بطعم الخشب كده عامل زي طعم الفحم كده. يا سلام، حاجة تانية والله يا جدعان، حاجة تانية فعلا. انا بقى بقلبه خلاص لان هو كده بيحمر معايا وتمام التمام. فانا كنت بقلب فيه عشان اقلبه الناحية التانية يحمر برضو اهو. هنا كان بيتقلب. اعذروني طبعا لتطويل الفيديو معاكم، عارفة ان انتوا بتزهقوا من الفيديو الطويل، فان شاء الله مش هطول عليكم الفيديوهات تاني. كده خلاص تمام التمام. الكرنبيط بتاعنا الشرب اهوت. واكتبوا لي بقى في التعليقات وتقولوا لي ايه رأيكم، انهي فكرة احسن، دي ولا التانية. جبت بقى شوية شعرية حمرتهم كده، وحطيت بقى الرز بتاعي على الشعرية وسبته بقى يستوى كده على الكانون برضو. قلت اللي حابب ياكل رز منت او اللي حابب ياكل الرز ده حسب رغبتهم طبعا. عملت لهم بقى شوية سلطة حلوين كده طبعا معاها، وكانت أكلة لذيذة وأكلة جميلة وأكلة بسيطة طبعا. كأننا بناكل فراخ والله يا جدعان، كأن كنتاكي في البيت عندنا. الفكرتين حلوين، وكان الكرنبيط طالع مقرمش وحلو وما كانش شارب زيت خالص والله ما كان شارب زيت. هما شوية الزيت اللي انا حطيتهم في الاول وعلى كده ما حطيتش زيت تاني. سبت بقى الرز بتاعي يستوي بعد طبعا ما اكلنا وخلصنا، والرز بتاع ابو شعرية استوى خلاص. انا فضيته وغسلت الطاسة بتاعتي او الحلة بتاعتي ونضفت معايا، وكانت معايا حلوة جدا ونضيفة. والكنكة بتاعتي برضو بعد ما خلصت عملت فيها الشاي ورجعت غسلتها نضفت بمنتهى السهولة. وعايزة اقول لكم لو ما انتوش عارفين تنضفوها مثلا كده وغيبتوها شوية وما طلعتش معاكم، ممكن طبعا تجيبوا المنظفات هيطلع بيها عادي كأنك المنظف بتاع البوتاجاز بتاعك، اي منظف هتحطيه هيطلع اي حاجة في المواعين بتاعتك هتطلع خلاص. كده تمام، هتسيبيها 10 دقايق وهتطلع معاكي وخلاص تمام الدنيا. كده خلاص اخر حاجة بقى معايا حطيتها. بعد من كده بقى خلاص
هقفل بقى مش هقفل بقى النار، هشتغل بقى الخليط بتاعي ده كله وهفضيه على بعضه، وافضي الحتت اللي انا قلتلكوا عليها ديت، وههرسها كويس جدا، وهنعملها اقراص صغيره. عايزه اقول لكم ان الولاد حبوها قوي وحبوا الكرنبيط، وكانوا واقفين ياكلوه من ورايا كده يا جدعان، وكانوا مبسوطين بيه قوي. انا كمان كنت مبسوطه من الفكره، ومبسوطه طبعا ان انا عملته على الكانون اكتر، لان اداني الطعم الحلو والطعم الجميل. دي الحتت اللي اتبقت اللي انا قلتلكوا عليها، قطعتها زي ما انتوا شايفين كده. هفضي بقى الخليط بتاعي، انا شوية الخليط بتوعي فضيتهم، هجيب برضو شوية الخليط التانيين وهفضهم عليها، وهعملهم بقى واقلبهم في بعض، وهدعكهم قوي في بعض جدا، وبعد من كده هعملها قراص زي ما انا قايله لكم. وهنا بقى انا جبت الطماطم بتاعتي، وجبت كل حاجة بقى حطيتها جنبي كده، قلت لا ده دنيا تانية طبعا. وبعد ما انا خلصت خالص تماما، نضفت بقى الأوضة مكاني، ونضفت السطح، وطفيت النار، عشان ما ينفعش ان انا اسيب النار والعة. طفيتها تماما، طفيتها خالص، يعني اتأكدت ان النار بتاعتي اتطفت خالص، عشان لا قدر الله كده ما يحصلش اي حاجة. ربنا يسترها معانا يا رب. بعد من كده طبعا بطلع ابص عليها برضو تاني، اتأكد برضو منه. ونضفت بقى خلاص، وخليت الأوضة بقت زي العسل كده وبتبرق كده. ما هو لازم النظافة يا جدعان، لازم ان احنا ننضف مكاننا اول باول، نلاقي المكان بتاعنا نضيف، والهرس بقى والحاجات اللي حوالينا دي كل ده الشال، ونضفت وبقت تمام التمام كده خلاص. وطلعت بقى بقيت الكرنبيط بتاعي، ودي كانت الاقراص اللي انا عملتها الصغيره، وكان الرز بتاعي ابو شعريه بتردد كمان. وهنا الدنيا تمام اهيت. شوفوا بقى الغدا بتاعنا ايه رأيكم فيه، وتقولولي ايه رأيكم بصراحة في فكرة الكرنبيط، عجبتكم ولا ما عجبتكوش؟ والفكرة طبعا هنا حبيت اعمله لهم قرص كده ياكلوه، فحطيت طبعا هنا بقى الطاسة بتاعتي ديت، واشتلت بقى الحاجات دي كلها، وفضيتهم بقى مرة واحدة كده على الكانون بتاعي. هنا بقى فضيتهم. طبعا يا جماعة انا حطيت بقى الغدا، واتغدينا برضو على السطوح، واحنا قاعدين كده جنب الكانون في الدفا. وبعد من كده برضو جبت الشاي وعملته على الكانون واحنا قاعدين. طبعا بعد ما اتغدينا بقى نضفت المكان الاول واتغدينا وتمام التمام. عملت بقى كوبايتين الشاي بتوعنا. ختمنا بقى اخر حاجة على الراكية ديت. عارفين الراكية دي كانت الوقت عايزة ايه يا جماعة؟ قولوا لنا بقى هي كانت عايزة ايه. كانت عايزة شوية بطاطا كده يتشوى عليها، يا سلام ما شاء الله بصراحة. لو كان عليها شوية بطاطا بقى ما اقولكوش يا جماعة، كانوا هيستووا ما هيبقوا زي العسل. والله الفكرة جميلة جدا. طبعا البطاطا عليه هتدي طعم تاني خالص، وطعم احلى وطعم جميل. انا كنت طبعا بحط له حتتين خشب كده بزوده، عشان النار حسيت ان هي قلت تماما. وهنا طبعا النار لازم تكون هادية على الرز زي ما انتوا شايفين كده. هنا بقى انا بنضف مكاني اهوت، وبنضف الدنيا حواليا، وبشتغل كل حاجة كده عشان احط بقى كده الغدا بتاعنا الجميل ده. يعني لازم ان احنا ايه نكون بوريكم بس فكرة الكرنبيط بتاعتي. ده طبعا الكرنبيط اللي مقلي بالبيض، وده طبعا الكرنبيط اللي مقلي من غير بيض. يعني شوفوا ان هو بقى الاحلى، وشوفوا ان هو الاطعم بقى. قولولي بقى ايه رايكم. هو مفيش فرق بينهم على فكرة يا جماعة، بس كان طعمه احلى من الاول. شفتوا بقى ده الاقراص الصغنطوطة اللي انا كنت عاملاها. فانا حبيت اوريها لكم الاقراص ديت. وده طبعا الشكل بتاعنا، اللي يشوف الكرنبيط ده يقول ده فراخ او كنتاكي محطوطة. ده كان شكل الرز بتاعي النهائي. كان حلو والله. الرز كان طعم جدا، كان طعم اوي بصراحة. وكان ده الرز بشعرية اللي حابب ياكل. ده شكل الكرنبيط بتاعي اللي من غير بيض يا جماعة، خليكم فاكرين ده اللي من غير بيض. شوفوا عامل ازاي. وده بقى الاقراص، وده كان الغدا بتاعنا النهاردة.